اهلا اهلا غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. جيت لكم بفيديو جديد ودائما في اطار الحناني يا لاله ديال العيد. جبت لكم هاد الرشيمه الصحراويه خفيفه ظريفه ودغيا تقادوها ان شاء الله. تبارك الله كتجي زوينه بزاف ما شاء الله. ما تنساوش البنات دعموا هذا الفيديو بلي لايك ديالكم وبلي كومنتير، ومرحبا باي تساؤل عندكم ان شاء الله نجاوب عليه في الفيديوهات الجايين. وما تفلتوا حتى فيديو البنات، هاد الايام ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات واعرين ان شاء الله. واللي عاد اكتشف القناه ينضم ليها ويفعل الجرس باش اي جديد كان يوصله هو الاول ان شاء الله يا رب. المهم البنات، هاد الرشيمه الصحراويه كتجي خفيفه ظريفه وفي نفس الوقت انيقه بسكوتش ديال درهم البنات. اييه البوغوصات دائما كنخدم معكم بهاد السكوتش. كيلصق صراحه ويعني كيجي زوين، ما كنتقيدوش بالرشمه كما يعني محطوطه، كنقادوها كما بغينا حنا. كيف ما كنقول لكم دائما في الفيديوهات ديالي. هنا البنات السكوتش اللي غنخدم به هو هذا السكوتش، هذا غنخدم غير بهذا الشكل ديال درهم. كيف ما كنقول لكم هنا غنجي نلصق الصبيعات هما الاولين نخدموهم هكذا. واللي عندها شي شكيل بحال هذا راه تخدم به النيت، تحط حداها الفيديو وهي خدامه وهي كتشوف، يعني راه تيجي زوين كيف ما شفتوا على عينيكم. انا دائما كنبغي ندير معكم سكوتش وكنبغي ندير معكم النتيجه اللي كتخرج ليا، ماشي مثلا غير ندير لكم سكوتش وصافي، لا، خاصكم تشوفوا الحنه وتقتنعوا بالرسمه باللي عاجباكم عاد تنوضوا ديروها. ماشي نوريكم غير التلصاق ونحبس، لا، خاص حتى النتيجه تشوفوها وتقتنعوا بها باش لا عجباتكم تنوضوا ليها. هادشي اللي كاين البنات. غنلصق الصبيعات بحال هكذا على هاد الشكل. الصبع الصغير يعني دوك 3 صباع الوسطينيين غادي ندير فيهم غير جوج من هادوك الصبيعات، ودوك 2 صباع اللي بقاو ليا غادي نعمرهم حتى للفوق. علاش البنات عمرتهم حتى للفوق؟ باش منين نجي ندير هادوك بحال القبيبات هكذا منين نجي نديرهم يجيوني زويونين. هاد القبيبات البنات كتضحكني ملي كنقولها لكم. صافي هادو البنات علاش داويه غادي نقطعهم على هاد الشكل باش وحده تجيني في هذاك الصبع الكبير وحده تجيني في هذاك الصبع الصغير. داكشي علاش عمرتهم باش يجيوني يعني متناسقين. وهاد الرشمه كيف ما كتشوفوا راه هادشي اللي فيها ساهله، يعني دغيا تقادوها. واخا تكونوا عمركم يعني لصقتوا سكوتش ولا شي حاجه راه دغيا تقادوها، هادشي اللي فيها. ودوك 2 بريضات اللي شاطوا ليا غادي نديرهم في هذيك البلاصه اللي بقات خاويه. بغيتو تكتفيو غير بهكذا اكتفيو بهكذا، يعني نتوما وشنو بغيتو، راه كل شيء اذواق، كله والذوق ديالو. يعني كاين اللي كيبغي الحاجه تكون عامره شويه، كاين اللي كيبغيها تكون خاويه، يعني كله وكيفاش. صافي انا هنايا غادي ناخذ هاد الرشيمات اللي بقاو ليا، غادي ناخذهم وحده لصقها تما وحده غنلصقها لتحت. وبالنسبه للداخل ديال الايد راه غادي ديروا نفس الشكل البنات، نفس الشيء. داكشي اللي درت انا فوق الايد غادي تعاودوه نتوما في الداخل ديال الايد، يعني ما كاينش فرق، باش هكذا يجيوكم بحال ويجيوكم متناسقين. وبالنسبه اللي بغات التخليطه البنات ديال الحنه، يعني الحنه ديالتنا العاديه، راني خليت عليها فيديو. غير هو البنات ما تجريوش الحنه، راني ذكرت هذه القضيه في الفيديو ان شاء الله من يدخلوا ليه وتفرجوا فيه وعاد غتفهموا مزيان. حيت البنات الا حنيتوا بها جاريه راه ما غادي تخلط لكم وما يجيكمش، ما تجيكمش الرشمه هي هذيك. انا البنات هنا غنحني بهاد البوماده، غنحني بها دغيا، يعني دغيا تعطيني اللون. و بالنسبه للبنات اللي كتجيهم هاد الحنه ديال البوماده جاريه ممكن ديروها في الثلاجه حتى تشد راسها هكذا، عاد تبداو تخدموا بها. هذه كانت قالتها لي واحد البنت، كنوجه لها تحيه من هنا، شكرا لك بزاف. كانت قالتها لي في لي كومونتير، كنت قلتها لكم في واحد الفيديو، قلت لكم البنات راه الحنه الا كانت جاريه راه كتخلط سكوتش. قالت لي عرفتي يعني ديك الحنه ديال البوماده الا جاتك جاريه ديريها في الثلاجه. وفعلا داكشي اللي وليت كندير، مني كناخذها تنحطها في الثلاجه
كتولي بارده ويعني كتقبض روحها. صافي تنولي نحني بها، يعني ولات كتجي في سكوتش غزاله صراحه بهاد الطريقه كيف ما قلت لكم. كنديروها البنات واحد الطبقه بين وبين ديال الحنه. الا درتو حنه العاديه راه ديروا طبقه تكون يعني غليظه، باش ما كانت الطبقه غليظه باش ما كيجي اللون ديال الحنه زوين وكيجي السكوتش ناضر، يعني كيبقى يتشربها اللحم. هاد الحنه الهنديه ديروا الطبقه ما بين وبين، يعني ما تكونش خاويه باش يبقى يشربها اللحم ويجي لكم داك اللوين الزويون اللي شفتو معايا في الاول ديال الفيديو. بالنسبه لي كتبغي الحنه في الضفار راه غادي دير هكذا الحنه حتى في الضفيرات ديالها. انا هنا البنات الا كتلاحظوا راني ما درتهاش للضفار، يعني دورتها غير بداك اللحم اللي حدا الضفار، ما درتهاش في الضفر نيشان، دورتها غير بداك اللحم اللي جنب الضفر. بغيتو ديروا حتى ضفاركم ديروه، يعني راه كتجي زوينه هكاك دايره على الصبع كامل، كيجي داك الديكور ديالها زوين. صافي يا البنات هنا راني كملت اليد كاملها باش ما نطولش عليكم. هنا البنات انا راه متعمده ما نزربش الفيديو باش الا كانت عندكم نفس الرشيمات تخدموا معايا في نفس الوقت. ايوا صافي يا البنات هنا بعد ما خليتها حتى نضارت وتشربها ليا اللحم مزيان واحد نص ساعه هكذاك تقريبا، جيت كنقشر فيها، نقشرها هو الاول، نحيد ليها الميكا يعني الصاق ديال السكوتش نحيدو، عاد نغسلها تحت الماء يكون مجهد باش هكذا ما تخلطش لينا. وبالنسبه اللي دارت الحنه العاديه واحد الطريقه زوينه كنقولها لكم دائما في الفيديوهات، ولكن البنات ما تيكملوش الفيديو كنظن، المهم نعاودها لكم ماشي مشكل. مني ديروا الحنه العاديه خذوه كذا واحد المنديل ولا واحد الساشي ديال الثوب، خشيو فيها الايد ديالكم ولا الرجل، وعاده ديروا عليها ساشي تاع البلاستيك وزمتوا عليها، خليوها واحد ساعتين 3 علاش ما قديتو، المهم غير ما تهبطوش على ساعتين حتى كتعرق ديك الرجل مزيان. عاده كنحيدوا ديك الميكا وتنخليوها تهوى حتى كدوز ديك ساعتين 3 سوايع، كنخليوها تهوى. عاده كنحيدوا السكوت نخليو ثاني الرجل كتهوى، عاده نجيو نقشروا داكشي اللي بقى لينا ديال الحنه، دوك البقايا ديال الحنه نقشروهم صافي، ونلبسوا التقيشرات واللويدات نحاولوا ما نوصلوهاش للماء باش النهار الاخر تعطينا داك اللون الاحمر مجهد الغادي للكحوله. هذه هي الطريقه اللي كندير انا دائما، وكتجي الحنه ما شاء الله غزاله كيف ما شفتوا معايا في الفيديوهات اللي فاتوا في القناه اللي درتهم بالحنه العاديه، يعني كيجي الشكل ديالها زوين بزاف داك اللون الغادي للكحوله. هذه هي طريقتي البنات، وبطبيعه الحال التخليطه اللي كندير في الحنه غير دخلوا البنات الفيديو غادي تلاقاو داكشي بالتفصيل من تخلط الحنه زعما نطبقوها على السكوتش اللي ما عمرها طبقتها على السكوتش وما كتعرفش، غتلاقى الطريقه من الاول حتى الاخر، وحتى التركاب ديال فاش درت الميكا كنظن حتى هي كاينه، ولا ما عرفتش كاينه في واحد الفيديو اخر ديال سكوتش خليجي. المهم نتوما البنات غير قلبوا في القناه راه اي حاجه ان شاء الله غادي تبغيوها تلاقاوها. هنا البنات جيت غسلت السكوتش، هادو لصقوا ليا مزيان ما بقاوش باغيو يتحيدوا، صافي وانا نغسلهم عاده قشرتهم. دابا غادي نعاود اليد في الغسيل هكا، وهذا ما كان البنات ما شاء الله تبارك الرحمن. ها هي الرشيمه ديالنا كيفاش كيجي الشكل ديالها، كتجي زوينه، الصبيعات عامرين من الفوق، يعني غير رشيمات خفافين هكذا كل وحده فين حطيناها مع هذوك القبيبات صراحه كيجي غزال بزاف ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تنسوش البنات تعطيوني الراي ديالكم في لي كومونتير، واي تساؤل مرحبا به، ودعموا الفيديو باللايك، وكنقول لكم تسناو ان شاء الله الفيديوهات جداد مع رشيمات جداد ان شاء الله ومختلفين. هنا البنات غادي نكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو، ما سخيتش بكم تهلاو ليا فراسكم بزاف. مع السلامه، الفيديو الجاي ان شاء الله مع رشيمه جديده ومع حويجات جداد ان شاء الله يا ربي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.